تعال اما احكي لك الحكاية اللي كانت مقفولة من آلاف السنين. حكاية لو قربت منها هتشوف ملك وجوده لوحده كان يخوف قبل ما يتكلم. ملك قالوا عنه لو مشي على الرمل نفسه يقوم يحارب معاه. ده مش ملك عادي، ده تحتمس التالت، الراجل اللي كتب اسمه على الحجر قبل ما الناس تعرف يعني ايه كلمة إمبراطورية. خليك معايا لأن اللي جاي مش مجرد تاريخ. تحتمس التالت أو زي ما كانوا بيسموه نسر مصر، طفل اتربى وهو شايف الحكم مش ليه، واقف ورا الملكة حتشبسوت وساكت. بس في السكات ده كان بيتكون وكان بيتعلم وبيكبر من غير ما حد ياخد باله، لحد ما في يوم بقى أقوى من أي حد خباه. ولما مسك الحكم ما اكتفاش بأنه حافظ على مصر بس، ده خرج براها وأسس أول إمبراطورية في تاريخها، وعمل 17 حملة عسكرية، كل حملة كان يرجع منها أقوى من اللي قبلها، ولا مرة تسجل إنه اتغلب. تحتمس ما كانش محارب وبس، ده كان بيكتب يومياته بنفسه على جدران الكرنك وبيسجل كل حاجة شافها، وكان ليه رسومات دقيقة لنباتات وحيوانات من البلاد اللي راحها. رسومات العلماء لحد النهاردة بيعتبروها مصدر بيحدد أشكال النباتات القديمة. يعني احنا بنتكلم عن ملك وفنان. وفي يوم اتحط قدامه قرار، في طريق آمن وطريق ضيق وخطير مستحيل جيشه يمشي فيه. كل القادة قالوا له خليك في السهل، لكن تحتمس قال كلمة واحدة: نمشي. الطريق اللي كان المفروض يموت جيشه هو نفسه اللي فتح له نصر مجده العظيم، المعركة اللي لحد النهاردة مؤرخين العالم بيدرسوها. وبرغم كل القوة فضل حواليه لغز. موميا تحتمس لحد النهاردة باين عليها إنها اتنقلت أكتر من مرة. الكهنة كانوا بيخبوها ويحموها، وكأن في حاجة تخصه ما ينفعش تخرج للنور، حاجة مدفونة معاه ومحدش قدر يفهمها لحد دلوقتي. ودي كانت حكايته، حكاية الملك اللي اتربى في الهدوء وخرج للعالم زي العاصفة. لو عايزني أطول أو نفتح باب جديد من حياته قولي في الكومنتات احكي يا نونا.